هيلو هيلو، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وما ناقصكم حتى خير. ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد وقضيه جديده. بصراحه في هذه المقدمه ما عندي ما نقول لكم، داكشي علاش الا كنتم مستعدين خليونا نبداو. روشستر مدينه اللي جات في ولايه نيويورك، واللي عدد سكانها حسب احصاء 2016 هو 208 الف نسمه. في هذه المدينه كيعيش كريغ رايداوت، 50 سنه، انجينيور دو لوجيسيال، اي انه مطور ومصمم برامج وتطبيقات حاسوبيه. بالنسبة لحياته الخاصة، فكريغ منفصل على الزوجة ديالو من بعد زواج اللي دام 21 سنة، واللي عنده منه 7 ديال الوليدات: كولين، أندرو، ألكسندر، إليزابيث، جوليا، باتريك ومادلين. للإشارة، فالزوجة ديال كريغ الاسم ديالها لورا، وفي عمرها 45 عام. لورا وكريغ كانوا كيعيشوا علاقة متوترة، والسبب هو المشاكل المادية اللي كتمر بها العائلة، خصوصا أن لورا إنسانة مبذرة بزاف، أي أنها كتنفق بلا حساب. وبحكم أن المستوى المادي ديال كريغ غادي يتراجع، ففي 2014 غادي تطلب الطلاق. ومن بعد ما رفعت الدعوة غادي تختار أنها تنتقل للعيش مع الصديق ديالها اللي كان سميتو بول توتشي، واللي في ديك الوقيته كان كيعاني من اكتئاب من بعد ما فقد الزوجة ديالو من بعد معاناة طويلة من مرض السرطان. الانفصال ديال كريغ ولورا كان صعيب، حيت الطرفين بزوج كيديروا ما في جهدهم باش ياخدوا الحضانه ديال الوليدات الصغار اللي هما مادلين، اليزابيث، جوليا وباتريك. اما كولين، الكسندر واندرو فالاعمار ديالهم كانت كتراوح ما بين 18 و 21 سنه، اي انهم في السن القانوني. داكشي علاش غادي تعطيهم الحق في الاختيار، والاختيار غادي يطيح على لورا. أما الوليدات الصغار فالمحكمة غادي تشوف على أنه من الأحسن يبقاو مع الأب ديالهم، نظرا لأن الحالة المادية ديال الأم كانت غير مستقرة. كريغ كانت كتجمعو واحد العلاقة زوينة بوليداتو الصغار، حيت كان كيهتم بيهم، دراستهم وحتى بمصاريفهم. أما على علاقته بالوليدات الكبار فكانت أكثر من كارثية. الولاد حرفيا كانوا كيكرهوا الأب ديالهم، وكيقولوا على أنه السبب في تشردهم. خاصكم تعرفوا باللي من بعد الانفصال ديال كريغ ولورا، كولين غادي يضطر انه يخرج من الجامعه ويبدا يخدم باش يعاون ماما، وهادشي غير ما غادي يزيد يوتر علاقته بباه. كريغ عنده اخت وحده واللي سميتها روبين، واللي كتجمعوا بها علاقه قويه لدرجه انه ما يمكنش يدوز شي نهار بلا ما يعيطوا لبعضياتهم، يعاودوا شنو داروا الجديد اللي عندهم وكيفاش دوزوا نهارهم. دايوغ روبين كانت بمثابه السند لخوها، خصوصا من بعد الانفصال ديالو. حنا اليوم 20 جويلية 2016، من بعد ما روبين بقات بلا خبر على خوها لمدة 18 ساعة، فغتقرر أخيرا تتصل بمركز الطوارئ 911 وتبلغ على الاختفاء ديالو. Emergency, my brother is dropped an answering text or telephone call or email. كيف ما سمعتو، روبين غادي تقول للديسباتشر على ان خوها ما كيجاوبش على مكالماتها، على رسائلها النصيه، وحتى على لي زيميل ديالها. الديسباتشر غادي تحاول تهدنها وتعلمها باللي دوريه في الطريق لدار كريغ باش يتحققوا من سلامته. ملي غادي يوصلوا غادي يلقاو على ان روبين كانت كتسناهم قدام الدار، وغتعلمهم باللي دقائق قليله قبل ما يوصلوا غتدخل للدار حيت عندها السوارت ديجا اللي كان مخلي ليها كريغ براسو. والمفاجاه هي انها غتلقى لورا كتنظف في المطبخ، وهذه حاجه غريبه وغريبه بزاف، حيت ملي كيوصل الوقت المحدد من طرف القاضي، لورا كتلقى كريغ على برا باش تاخذ الوليدات. روبين غادي تشرح لعناصر الشرطه على ان لورا علمتها بلي اليزابيث اتصلت بها وقالت ليها بلي رفاقو لقاو راسهم بوحديتهم في الدار. واحد المعلومه اللي بسيطه، وهي ان الوقت اللي وصلت فيه دوريه الشرطه، لورا كانت خدات الدراري ومشات. ونظرا لهاد المعلومات والشكوك ديال روبين، فكان من المهم طلب مذكرة بحث. وفعلا من بعد ما الإذن بالتفتيش غيخرج، جوج ديال المحققين غيلتحقوا بشروط معينة. من بعد ما غيديروا دورة صغيرة على الدار من الخارج، غيكتشفوا على أن الأمور كانت طبيعية. أما بالنسبة للدار من الداخل، فالملاحظة الأولية اللي سجلوها هي أن الدار كانت مرتبة وكل حاجة في بلاصتها، أي أنه لا وجود لأي مؤشر كيدل على وقوع اقتحام أو سرقة. ولكن من بعد ما المحققين غادي يحطوا رجليهم في السوسول، غادي يلاحظوا بزاف ديال الحاجات. أولهم هو قنينة مشروب غازي في الأرض. هاد القنينة كانت محطوطة مع منظف قوي اللي كان ممتلئ على النص. وحداهم كانوا زوج ديال الأكياس ديال النفايات أعزكم الله. روبين ملي غيتوصلها هاد المعلومة غادي تقول على أن خوها من المستحيل يخلي أكياس النفايات في الدار، زائد أنه ما كيستعملش هاد النوع من الأكياس. وهذا الشيء كيعني أن هاد الأكياس يقدروا يتوفروا على دلائل مهمة اللي كتشرح الاختفاء ديال كريغ.
داكشي علاش غادي يتم استدعاء فرق البحث الجنائي اللي من بعد ما غيبداو التمشيط غيلقاو راسهم بصدد جريمة قتل محتملة، واللي من بعد فحص دقيق باستخدام تقنيات التحقيق الجنائي واللي على رأسها استخدام اللومينول غادي يتم العثور على أثر الدم في السوسول كامل. أما بالنسبة للأكياس فبعد المعاينة غيتم العثور على قطع قماش ملطخة بالدم زائد قفازات عملية من النوع الجلدي. اي لو ميور بور لا فان في الكيس الثاني غيتم اكتشاف اون غاروت أو ما يعرف عليه بأداة الخنق واللي بدورها كانت ملطخة بالدم. وفي انتظار نتائج استخراج الحمض النووي ولديين من العناصر اللي تم العثور عليها في مسرح الجريمة، المحققين ما غاديش يوقفوا نهائيا، ومن خلال البحث غيعرفوا على أن كريغ إنسان حدودي مرح وما عندوش مع المشاكل بتاتا. دائما ومن خلال التحريات المحققين غيكتشفوا أن كريغ مركب كاميرا سرية وسط المنبه، ومن بعد ما المحققين كانوا كيتسناو يشوفوا شكون اللي دخل الدار قبل من الاختفاء ديالو غيلقاو راسهم قدام مشكل تقني ما عنده حتى شي حل. لا كارت ميموار الخاصة بديك الكاميرا كانت عمرات، وبدلا من حذف الملفات القديمة تلقائيا غادي توقف عن التصوير نهائيا. المحققين هما كيبحثوا في الدار غادي يلاحظوا على ان التليفون ديال كريك حتى هو كان مختفي، داكشي علاش غادي يتواصلوا مع شركة الاتصالات في محاولة منهم لتحديد الموقع ديالو. في هذا الوقت اللي العناصر الامن كيحاولوا يوصلوا لكريك على بعد 80 كيلومتر من روشستر وبالضبط في واحد المنطقة معزولة، واحد المزارع غادي يلاحظ وجود بالة على جنب الطريق. مني غادي يقرب غادي يلقى عليها اثار ديال الدم، فضولو غادي يخليه يركز على ديك الدم ويتبع الاثار ديالو، وهنا غادي يلقى راسو واقف قدام باش اللون ديالو بني واللي من الظاهر ان شي حاجه ملويه فيه، وغير غيحل جزء منه غيشوف رجل البشريه. المزارع رجع بحاله واتصل فورا بمركز الطوارئ اللي بدورهم غينتقلوا لديك المنطقه، وفعلا غادي يلقاو راسهم قدام جثه اللي من النظره الاولى كتبان على انها ديال راجل خمسيني. ملامح الضحية كانت مضرة بزاف وماشي بسبب التحلل وإنما بسبب العصيد، وهذه النقطة كتأكد بلي المجرم أو المجرمين حرقوا ليه وجهه باش يصعبوا عملية التعرف عليه. في المنطقة اللي تلقات فيها الجثة عناصر أمن غيلاحظوا حفرة واللي من الواضح أن الجاني مقدرش يحفرها كاملة نظرا أن أداة الحفر اللي استعملها كانت من النوع المكعب، في حين أنه كان خاصو يستعمل أداة حفر مثلثة. في وسط الباش اللي كانت ملوية فيه الجثة غيتم العثور على سدادات اللي كيرجعوا للقراعي ديال العصيد. وواحد الملاحظة بسيطة على المادة اللي تستعملات، فخاصكم تعرفوا أنها كانت قوية بزاف لدرجة أن ملابس الضحية ذابوا. المعاينة الأولية كتوحي على أن الضحية تم التصفية ديالو في بلاصة أخرى عاد تسمات في ديك المنطقة، والدليل هو كمية الدم القليلة مقارنة مع كمية العنف اللي تعرض له. في هذا الوقت الجثة غيتم نقلها لمركز الطب الشرعي في انتظار نتائج التشريح. أما المحققين فمهمتهم الأولى هي التعرف على الضحية، مهمة اللي ما خداتش منهم بزاف ديال الوقت بحالها بحال القضية كاملة، وغتفهموا علاش من بعد. المهم بحكم أن شرطة روشيستر تواصلت معهم وعطاتهم الوصف ديال كريغ رايداوت، هنا غيتم ربط الشخص المفقود بالجثة، ولكن التأكيد النهائي غادي يجي من خلال الفحص الطبي عن طريق الأسنان، والنتيجة غتكونوا عرفتوها، غيطلع التطابق أي أن الجثة اللي تلقات هي الجثة ديال كريغ. دابا ومن بعد ما عناصر الأمن تأكدوا من أنهم في صدد جريمة قتل غيوجهوا تركيزهم على كاميرات المراقبة المتواجدة في الطريق اللي كتفصل ما بين المنطقة اللي ساكن فيها كريغ والبلاصة اللي تلقات فيها الجثة. في هذه المرحلة كان من المهم على المحققين إعادة بناء المسار المسلوك من طرف المجرم، داكشي علاش مراجعة كاميرات المراقبة غادي تكون بالتوازي مع تحليل إشارة هاتف كريغ. وهنا برج الاتصال غادي يلتقط إشارة من التليفون في نفس الوقت اللي كاميرات المراقبة ديال واحد لوطيل غادي ترصد زوج ديال السيارات، وحدة منهم من نوع بيرلين والثانية كاميونيت. نفس الكاميرا غادي ترصد الساعات الأولى ديال الصباح البيرلين والكاميونيت راجعين. المشكل هو أن جودة الصور كانت ضعيفة بزاف، الحاجة اللي ما غاديش تمكن المحققين من التعرف على اللوحات الرقمية ديالهم.
دائما وفي طور البحث عناصر الشرطة غادي يحاولوا يحدوا البلاصة اللي تشرات منها البالة، وهذا الشيء من خلال رقمها التسلسلي. المعلومات كتقول على انها تشرات من والمارت اللي متواجد في حي الضحية الليلة قبل من الاختفاء ديالها في حدود 11 و 55 دقيقة ديال الليل. عدسات الكاميرا غترصد سيارة من نوع برلين واللي كيبان باللي فيها على الأقل 3 ديال الناس. الطوموبيل غادي توقف قدام الباب وفجأة غادي ينزل منها واحد الشاب. دائما من خلال كاميرات المركز وخاصة اللي في صندوق الدفع غيبان فيها نفس الشاب وهو كيخلص البالة. من بعد ما المحققين غادي يعرضوا الفيديو على روبين غادي تتعرف على الشاب مباشرة واللي غتقول على انه كولين الولد الكبير ديال كريغ. خاصكم تعرفوا بلي لحد الساعه الوحيده اللي كانت على علم بالموت ديال كريغ كانت هي روبين، حيت من الاول وعناصر الشرطه كانوا شاكين في لورا، والسبب هي انها الشخص الوحيد اللي كانت كتجمعها علاقه سامه بالضحيه. داكشي علاش كان من المهم التستر على القضيه. نهار 21 جويلية 2016 الشرطة غادي توصلوا بمكالمة مفادها أن زوج ديال الشباب مشكوك في أمرهم كيحاولوا يتخلصوا من أكياس نفايات في البركة ديال ديفيل باث. المحققين غادي يطلبوا من أقرب دورية توقيف هاد الزوج على ما يوصلوا، وفعلا من بعد ما وصلوا غادي يطلبوا من الولاد بطاقة الهوية ديالهم. ولكن واحد من هاد الجوج ما كانش كيحتاج يعرف براسو بحكم أنه كيعرفوه ديجا، وهذا الشخص هو كولين رايداوت. أما بخصوص الشخص الثاني فهو ألكسندر رايداوت. فقبل ما يديروا أي محاولة عناصر الأمن غيفصلوا بيناتهم، وهنا غيبداو يستفسروا منهم واش الأب ديالهم عنده شي مشكل ولا شي حد كيكرهو واش هما حاولوا يتواصلوا به. ألكسندر غادي يقول بلي الأب ديالو من ديما هو كيقول أنه شي نهار غادي يغدر، داكشي علاش بالنسبة ليه غيكون كريغ خدا شي بيي باتجاه مكسيكو باش يبدا حياة جديدة. أما كولين فغادي يقول على أنه حاول يتواصل مع الأب ديالو من خلال البريد الإلكتروني، ولكن لحد الساعة ما جاوبوش. في هذا الوقت اللي العناصر ديال الأمن كانوا كيستجوبوا الدراري، قوات المساعدة غادي توصل وغتستخرج الأكياس اللي تخلصوا منهم أليكس وكولين. إلا عقلتو قبيله عطيتكم واحد الديتاي اللي كان مهم، واللي هو أن المحققين اللي كانوا كيشوفوا في كاميرات المراقبة ديال والمارت كانوا لاحظوا على أن البيرلين فيها 3 ديال الأشخاص، وبحكم أنهم دابا تعرفوا على كولين وألكسندر غادي يبقى لهم شخص واحد. بخصوص ألكسندر وكولين غادي يتم نقلهم لمركز الشرطة اللي غادي يستقبلهم أحسن استقبال، ماكلة قهوة وكاع داكشي اللي غادي يحتاجوه. غير هو اللي ما كانوش عارفين هو أن هذا الاستقبال كان بمثابة فخ تحط من طرف الشرطة. وبالنسبة للأكياس اللي تلقاو في الديفيل باث فالفرق الجنائية غتكتشف قراعي ديال لاسيد واللي الغلايق ديالهم كيتوافقوا مع الغلاقات اللي تلقاو مع الجثة واللي بدورهم كيتوفروا على الرقم التسلسلي. في نفس الكيس غادي تلقاو ملابس رجالية ملطخين بالدم. فدابا الشرطة كتوفر على مجموعة من الدلائل اللي خاصها تمشي للمعمل الجنائي، وهذا الشيء راه كياخد بزاف ديال الوقت. داكشي علاش غادي يتم القبض على أليكس وكولين بتهمة إتلاف الدلائل. أما البحث فغادي يوضح على أن قنينات لاسيد تشراو نهار 18 جويلية في والمارت، واللي هاد المرة كان بعيد على المنطقة اللي كيعيش فيها الضحية. الشاهد الصامت ديالنا أو بمعنى آخر كاميرات المراقبة غادي يرصدوا كولين وهو كيشري قفازات جلدية وقنينات ديال لاسيد. المحققين غادي يتبعوا خطوات كولين من خلال الكاميرا الخارجية ديال والمارت، وهنا غادي يتم التعرف على الشخص الثالث واللي هو أو بأحرى اللي هي لورا رايداوت. البحث ما غاديش يوقف هنا، حيت المحققين غادي يعرفوا بلي الباش حتى هي تشرات من والمارت اللي جا في منطقة هولسون، وهذا الشيء كان بتاريخ 19 جويلية 2016 مع 9 ديال الليل بالضبط. وهذا الشيء عرفناه من خلال كاميرات المراقبة ديال المركز التجاري اللي غادي يلتقطوا لورا رفقة بول توتشي داخلين بحالهم بحال أي زبون لوالمارت وغيتجهوا للجناح الخاص بلي باش. ومن بعد دقائق قليلة الاختيار غادي يطيح على باش من اللون البني، نفس الباش اللي كانت لقات فيه الجثة. نقطة أخرى مهمة، المحققين غادي يكتشفوا أنه نهار 13 جويلية 2016 كريغ فاق على ألم مفاجئ على مستوى الراس. ملي غادي يحل عينيه غادي يلقى شخص لابس كله الكحل واقف عند راسو، وباين بلي في يديه كمشة ديال الشعر، يعني أن السيد تيلمو كان معصب منه نتفو. هاد الشخص غادي يسرق من الدار التليفون ديال كريغ واللي كان من نوع بلاك بيري والسوارس ديال الدار. من غير هادشي حتى شي حاجة ما غادي تسرق. كريغ غادي يتصل بالبوليس ويبلغ على هاد الحادثة وغيأكد على أنه شاك في ولدو كولين. المشكل هو أن البوليس ما غاديش ياخد هاد الادعاءات على محمل الجد وغيقرر عدم فتح تحقيق في الواقعة.
الغد ليه في الصباح ملي كريغ فاق وهو كيتمشى في الحديقة ديال الدار ديالو، غادي يلقى تليفونو وسواتو مرميين، وغادي يتأكد على أن هاد الشخص اللي كان عنده في الدار هو كولين، ما كانش عارف علاش دار هادشي. المهم دابا من بعد ما المحققين قدروا يجمعوا خيوط القضية، غادي يبقى ليهم سؤال واحد واللي هو الدافع اللي خلى كريغ يتقتل، والجواب غادي يجي على لسان روبين اللي غتأكد لعناصر الشرطة على أن لورا من بعد انفصالها مع كريغ كانت مقررة أنها تستقر في لاكارولين دو نور، الحاجة اللي كان خوها رافضها جملة وإجمالا. وهنا غادي يدخلوا في صراعات اللي قوية بخصوص الحضانة ديال الوليدات الصغار بربع. فبالنسبة للمحققين الأمور واضحة، لورا بالمساعدة ديال كولين وألكسندر غادي يتخلصوا من كريغ والدافع هو الحصول على الحضانة. هاد التطور اللي عرفوا الملف غيخلي ألكسندر وكولين يتحطوا تحت الحراسة النظرية بتهمة القتل وإتلاف الدلائل. أما بالنسبة لبول ولورا فغادي يتم اعتقالهم نهار 22 جويلية. الاستجواب ديال هاد الربعة كان عبارة عن إنكار لكل ما توجه لهم من تهمة، لكن قدام الدلائل اللي توصلوا لهم عناصر الأمن ما غيبقى ليهم فين يتخباو. عن طريق الاستجواب المحققين غادي يكتشفوا بلي كولين ولورا هما اللي نفذوا الجريمة. كولين غادي يقول على أنه الليلة ديال 19 و 20 جويلية غادي ينتقلوا لدار كريغ ويدخلوا بشوية عليهم، حيت بالنسبة ليهم غادي يكون ناس، ولكن المفاجأة هي ملي غادي يلقاوه فايق. فغير غادي يشوفهم قدامه قبل ما ينطق بأي كلمة كولين غادي يترمى على باه ويبدا يخنقو بهديك الكاغوت اللي كان مدي معاه. كولين غادي يقول بلي في واحد اللحظة كريغ غيحاول يدافع على راسو، وهنا لورا غادي تهز حديدة وتبدا تضرب فيه، هي كتضرب وهو كيخنق حتى الأب غادي يطيح جثة هامدة. لورا حتى هي غادي تقول نفس الحاجة وغتأكد على أن ألكسندر ما كانش مشارك معاهم في الجريمة بتاتا. المحاكمة ديال بول لورا أليكس وكولين غادي تبدا من بعد سنة تقريبا. كولين ولورا غادي يكونوا متهمين بالقتل العمد والتواطؤ في افتعال جريمة، أما ألكسندر وبول فمتهمين بإتلاف الدلائل عندهم علاقة بجريمة قتل. في إطار المحاكمة غادي يتم عرض تقارير المعمل الجنائي واللي غادي يجي فيهم هو أولا التعرف على الملابس الرجالية اللي تلقاو في الكيس على أنهم ملابس كولين اللي كان لابسهم نهار 19، أي النهار اللي تشرات فيه أداة الحفر. أما بالنسبة للآثار ديال الدم اللي تلقاو عليهم فكانوا كيرجعوا لكريغ. ثانيا تواجد قطرات من الدم على الجين ديال لورا، ومن بعد التحليل والفحص غادي يتضح أنه دم الضحية. ثالثا تواجد لاديان ديال لورا على قنينات المشروب الغازي اللي تلقى في السوسور. ومعلومة مهمة اللي غادي تبرأ ألكسندر هو أن لاديان ديالو ما غادي تلقى في حتى شي حاجة من غير هادوك الأكياس ديال النفايات. أما بالنسبة لتقرير التشريح فغادي يجي فيه على أن سبب الوفاة الرئيسي كان هو الخنق، الضحية تعرض للعنف جسدي واضح قبل الوفاة، والأخصائيين كيأكدوا في التقرير على أن الوفاة ما جاتش فورية لأن عملية الخنق خدت على الأقل 10 ديال الدقائق. الادعاء غيقدموا لهيئة المحلفين لي فيديو ديال كاميرات المراقبة واللي تبنى عليهم الملف. أما المحاكمة فغادي تدوم لمدة ديال 3 شهور، ونهار 31 أكتوبر 2017 غادي يتم الحكم على لورا وكولين بالسجن المؤبد مع إمكانية طلب الإفراج المشروط من بعد ما غيدوزو 25 عام. بالنسبة لألكسندر فنظرا لعدم وجود أي دليل لإدانته في مقتل كريغ غادي يتحاكم غير على تهمة إتلاف الدلائل، والحكم غادي يكون هو 5 سنين. بول غادي تحكم بالبراءة حيث المحققين ما لقاو حتى شي دليل صغير ولا كبير اللي يقدر يربطو بالجريمة. وكانت هذه هي قضيتنا اليوم. صراحة أول مرة نشوف قضية اللي تحلت في مدة قصيرة لهاد الدرجة، كوم كوا بعض المرات الشرطة كدير خدمة أكثر من رائعة. فقولوا لي نتوما شنو كتظنوا، شنو بان ليكم في هذه القضية، واش كريغ كان كيستاهل هاد النهاية ولا لا؟ أما حنا فغادي نتلاقاو في فيديو جديد مع قضية جديدة. باي باي.